بمناسبة يوم الشهيد 18 فبراير، نظمت الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني المكتب البلدي فرجيوة محاضرة تحت عنوان المجتمع المدني ودوره في التنمية من تأطير الدكتور نور الدين بكيس. بمناسبة اليوم الوطني للشهيد 18 فبراير، ومع افتتاح نشاطات المكتب البلدي للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني مكتب بلدية فرجيوة، المكتب تنظيم محاضرة مع الدكتور نور الدين بكيس المختص في علم الاجتماع، حيث كانت المحاضرة حول دور المجتمع المدني كشريك في التنمية. الحقيقة المبادرة كانت متميزة بدرجة كبيرة جدا من جميع النواحي. كانت فرصة للتعارف، للتلاقي، لمناقشة بكل شفافية حول المجتمع المدني وتبادل الآراء، والحضور كان متميزا للغاية. بالتالي أشكر القائمين على هذا العمل النوعي، وهذا الذي يعكس حقيقة المجتمع المدني، لأنه يجب أن يكون حرا وبعيدا عن أي ربما تغطيات أو أي انتماءات، ويكون نقاش ذو قيمة مضافة للمجتمع. المحاضرة عرفت حضور وتجاوب كبير من طرف المواطنين بمختلف الشرائح والفئات، والذين كانت لهم تدخلات ونقاشات في المحاضرة، كما عرفت عملية بيان بالتوقيع لمؤلفات الأستاذ نور الدين بكيس. في البداية أنا أشكركم وأشكر المشرفين على المحاضرة وأشكر الحضور. المحاضرة كانت محاضرة قيمة، وهي تخلق نوع من الوعي عند هذا المجتمع وعند الشبيبة، والحمد لله الوجوه الكثيرة التي حضرت أنها عندها أفكار حول المجتمع المدني، وكل واحد ربما استفاد من آراء الآخرين. وهكذا إن شاء الله من خلال هذه المحاضرات ومن خلال النقاش الذي يدور بين الزملاء والإخوة في الساحة هذه أو داخل المحاضرة أو بعد المحاضرة، فهذا إن شاء الله سيثري كثير من القضايا وينور المجتمع، ونتفائل خير بهذه المحاضرات. وشكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم وأسعدكم الله، ودام الله عليكم الصحة والعافية، والجزائر دائما في تطور إن شاء الله والتغيير إلى الأفضل. الأستاذ البروفيسور بكيس نور الدين وقدم محاضرة حول المجتمع المدني، كيفية استغلال طاقات المجتمع وتكوين المجتمع الذي يدافع عن الفرد الجزائري. قدم محاضرة كانت قيمة من جميع النواحي. مبادرة قيمة قامت بها الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني المكتب البلدي فرجيوة. هذه المبادرة القيمة التي نتمنى أن تتكرر مرة أخرى، وذلك من أجل تثمين دور المجتمع المدني وتحسيس فعالية المجتمع المدني في الدور الذي يجب أن يقوم به للتنمية. إذن هي مبادرة قيمة متميزة تعكس مدى استجابة المجتمع المدني نحو المساهمة في التغيير والتنمية.